يا مساء الفل والهنا والسعادة. النهاردة الفيديو ده هو فيديو مكمل للفيديو اللي فات اللي هو بتاع صدمة الخيانة. احنا وصلنا في الفيديو اللي فات انك خلاص واجهتيه بطريقة ذكية وقلتي له 1 2 3، معاكي الأدلة بتاعتك ومعاكي براهينك. حلو كلام. طيب انتي قدامك طريقين. خلاص الحقيقة كل اللي داير الفترة اللي فاتت واليومين دول بتاع خانك اتطلقي، الحقيقة دي يعني عبث. تمام. ليه عبث؟ لأن مؤسسة الزواج دي عبارة عن 3 أطراف، انتي وهو والأولاد. خلاص أنا ما أقدرش أهد المؤسسة دي عشان حد غلط. خلاص لازم الأول أشوف هو عنده استعداد ان هو يعني ما يكررهاش تاني. هو معترف بغلطته. هو يعني اتعرض لظروف ما خلت الضعف الانساني ده عنده يظهر. فبعد كده انتوا هتقوي الجزئيه دي. طيب هل انتي في فترة ما، خلينا نتكلم كلمة حقك كستات، كنتي متغافلة عنه مع الولاد؟ وده مش مبرر ليه، بس ده لازم يبقى في حسبة تاخدي قرار هتطلقي ولا لا. طيب هل الراجل ده عنده مميزات كتير ودي كانت العيب الوحيد اللي فيه؟ يعني هو زوج كويس وأب كويس وطول العمر معاكي كويس، أو فترة 2 3 كويس، حسب بقى فترة الجواز قد ايه، ودي الغلطة اللي تعرض لها. كل الحسابات دي تبقى في دماغك وانتي بتفكري هتعملي ايه. هي أزمة ومشكلة كبيرة، عشان نتخطاها لازم نشوف كل الأركان صح. أسهل حاجة في الأزمة دي إن أنا أمشي. أسهل حاجة في الأزمة دي أقول ستوب، طلقني. أسهل ليكي بس مش أسهل لولادك، مش أسهل لمؤسسة الجواز دي كلها. تمام. واحنا ما بنتجوز مش 2 بقى وبيحبوا بعض وخلاص، لا، في أسرة، في ولادنا بنحبهم، وولادنا دول عايزين لهم أحسن حياة ممكنة. طب عشان خاطر ولادنا أقدر أتغاضى وأعدي، تقدري تتغاضي وتعدي لو مشيتي في طريق الصح اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة. ازاي هتقعدي وتتكلمي معاه وبإحساسك هتقدري تعرفي هو صادق معاكي ولا لأ، معترف بغلطته ولا لا. طبعا في واحد هيبقى اللي هو بيقول، ودول نوادر مش كتير بصراحة، اللي هو انا كده ولو عاجبك، ده ما اقدرش انصحك معاه بحاجة. ده اقدر اقولك خدي موقف كبير معاه قبل بس ما تاخدي انفصال. خدي موقف كبير معاه، يعني فعلا ابعدي نفسيا ولو تقدري تبعدي عن المكان ابعدي لغاية ما هو يرجع لعقله. لان انا عايزة اقولك على حاجة، اللي ما مرتش بتجربة الخيانة مش شطارة منها، ولا هو جوزها يعني راجل نوعية خاصة، ده كرم من عند ربنا. تمام. ان هو الى الان محافظ على ان الراجل ده ما يقعش في الغلطة دي، او ان البيت ده يبقى ربنا محافظ عليه. يبقى احنا اول حاجة هو ربنا بيكرمنا بان احنا يعني نمشي في الطريق من غير ما نتعرض لاخطاء. ربنا حافظ على الراجل ده. طب الراجل التاني ربنا اختبره وضعف. تمام. طيب ايه كمان؟ ان احنا لما حبينا بعض في يوم من الايام ربنا مقلب القلوب. يعني ايه؟ يعني الحب بيبقى كبير واوقات تانية بيبقى ايه كده، على حسب احنا بنعمل. الحب ده زرعه. يعني ايه؟ عندنا وقت ومساحه مع بعض، بنجدد، بنتكلم، كل ده تحطيه في الحسبان قبل ما تكلميه. يعني انتي قبل ما احاسب اللي قدامي، انا بس بعمل بيني احنا يعني انا بقول لكم كستات كده، يعني عندنا طبعا ذكاء وعندنا ثقه بنفس وكده. بتقعدي مع نفسك الاول، مش حساب عشان تجلديها انه خانك، لا، حساب عشان تعرفي هتكملي ازاي معاه. يا ترى احنا اللي بينا بنفس الجودة اللي كانت من اول سنة؟ طب يا ترى انا شوية اتشغلت؟ يا ترى انا الدنيا اخدتني وما بقتش انا بتاعت اول ايام الجواز؟ يا ترى انا شوية ما بقاش يشوفني على احسن شكل؟ ولا يا ترى انا عاملة كل ده وهو للأسف برضو عنده ضعف ما وعمال يعني يضعف ويروح؟ ولا هو بيمر بأزمة؟ يعني لازم أبقى فاهمة. برضو مش مبرر، بس أنا بقولك عشان تعرفي ترتبي أوراقك صح، لازم الأول تقعدي قاعدة كده مع نفسك تفكري في كل الحاجات صح. أنا فكرت في كل الحاجات، وبعدين قعدت معاه واتكلمت معاه ولقيت ان هو معترف بخطأه. طيب معترف بخطأه هنا جميل جدا، ندمان جميل جدا، قالك على حاجات
خليته دفعته لده، ممكن يبقى جزء عندك كان بينبهك عليه قبل كده، جزء عنده هو انت كنتي بتنبهيه. بلاش علاقات مثلا في الشغل مع زمايلك تبقى اوبن قوي، بلاش الهزار الاوفر قوي ده كان بيضايقني، والكلام ده ما تسمعش، والكلام ده ادى لحاجات معينه هو بيدفع ثمنها دلوقتي. هتقعدوا تتناقشوا في ده. تمام. طيب وصلتوا لحلول، الثقه هترجع تاني. اللي اتهد بياخد وقت. طيب نبنيها ازاي بقى؟ اولا هو لازم يبقى فاهم، وتقولي له ان احنا ما عندناش اوبشن ديليت، يعني دي زرار كده بدوس عليه وبدلت الذكريات السيئه. الذكريات السيئه دي عامله زي البصمه كده، خلاص بصمنا بتفضل البصمه موجوده محفوره. طيب حلها ايه؟ حلها ان احنا نبتدي نشتغل على نفسنا. يعني ايه؟ يعني ابتدي اقعد مع نفسي كتير، اقول لنفسي ايه الاختيار وايه الاتجاه اللي انا عايزاه. انا فعلا عايزه اكمل، يبقى انا عايزه ادي لنفسي فرصه ان انا اسامح، ان انا مش يعني انا ما اقدرش اقول لك سامحي بمعنى السماح، لكن اتغافل. يعني الذكرى السيئه تبقى بتجيلي وانا بحاول اتغافل عنها. يعني اول ما تجيلي كده اقوم. تمام. لان انا اخترت ان انا اكمل، فما ينفعش اكمل والذكرى السيئه مستمره في دماغي. تمام. هو كمان عليه خطوات تانية، ايه هي؟ عليه انه في حاجه كمان عايزه اقولها لك، مش كل شويه هتفكريه تقولي له ما انت عملت ما انت عملت ما انت، مش هتدوا فرصه لبعض ان انتوا تعرفوا تكملوا. خلاص. هو كمان عليه بقى استعادة الثقة دي، انه يبقى واضح قدامك صريح. كل الحاجات اللي بتضايقك يحاول ان هو يتجنبها. بلاش باسورد. الحاجات خليكوا صراحة كده واضحين مع بعض. بلاش علاقات اوفر. يبقى واضح وصريح انه قفل الباب اللي دخلكوا منه اي مشاكل. ستيب ستيب. هتاخدوا وقت طويل عشان العلاقة ترجع، لكن صدقيني انت هتحسي ان هو رجع لك ولا لا. هتحسي ان الراجل ده فعلا عايز بيته وولاده ومبسوط ان هو رجع وتخطى الازمة ولا لا. لو حسيتي بده، ولو الحمد لله ربنا كرم والامور خلاص، اقفلي الباب على الذكرى السيئة دي، حاولي ما تتكلميش فيها تاني. وربنا ما يجيب لحد يا رب أزمة. ولازم تعرفي ان كل البيوت بتتعرض لأزمات، مش انتي بس. لو انتي قلتي وغيرك ما قالش، هو ما قالش بس اكيد عنده أزمة وأزمة تانية. بنحمد ربنا على كل حاجة، ربنا مقلب القلوب. يمكن الأزمة دي تبقى سبب بعد كده للعلاقة تقوى أكتر وأكتر. بصي للجانب الإيجابي من الموضوع، بصي ان انتي عديتي بأسرتك من